مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نعرض عليكم طريقتي في اعداد البمبلوني التونسي او ما يسمى بالاسفنج ايضا. طريقة رائعة جدا تعطيك نتيجة سريعة وفي نفس الوقت تنجح من اول مرة، بحيث يكون مقرمش من برا وخفيف من الداخل. طريقة جد سهلة وسريعة. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس. كما تلاحظوا انا توا باش نبدا نجهز. خذيت العجينه، عندي 500 غرام فرينه. الفرينه انا كالعاده ديما قبل ما نبدا ديما نغربلها. كما تلاحظوا نغربلها باش نتجنب هاك الكعابر وهاك الاشياء مثل هذه، معناها اي حاجات زايده نرمي هاك الباقي هذاك. خميره خبز 500 غرام فرينه، عليها بالضبط 20 غرام خميره خبز. بالنسبه للماء، الماء لازم يكون دافي، ما يكونش سخون. يكون سخون برشا راهو يحرق الخميره وما يخليهاش تخمر. 300 مليلتر، الكيس هذا كبير، 300 مليلتر. نحط عليه. بالنسبه للسكر، اذا انت تحب السكر ياسر هذا يرجع لرغبتك، اقل شيء اعمل ملعقه كبيره مملوءه. اذا تحب انت السكر تنجم تحط اكثر من ملعقه كبيره. وشويه زيت، ما يقارب زيت هكاك ما يعادل ملعقتين كبار. بالنسبه للماء حطيت المره الاولى 300 مليلتر من الماء. توا حاليا خديت كيس ثاني فيه 300 مليلتر، اما باش نبدا نضيف بشويه بشويه خاطر مازلت ناقصه ماء. بالنسبه للكيس الثاني نبدا نزيد تدريجيا، منصب الصبه واحده نزيد تدريجيا، وفي نفس الوقت نبدا بفيتاس صغير ومن بعد نقوي. نقصت سكرت الصوت خاطر نحب نتحدث. توا كملت الكيس الثاني، زدت كيس ثالث ماء، وحسب ما نشوف بالعين المجردة انها مازالت شايحة، خاطر البمبلوني لازم العجينة تكون طرية، ما يلزمش تكون شايحة. باش نبدا نزيد بشوية الكيس هذا باش يعطيني القوام اللي حاجتي بيه. كيف ما تشوفوا الفرينة جتني طرية، باش نزيد ناخذ 50 غرام فرينة اخرى ونزيد بشوي. الملحنا في العاده نعملو في العجين، ما نعملوش مع الخميره ديما كيف هكا. بالنسبه لتوايك فيها كيف ما تلاحظوا العجينه نتاع البمبلوني بصفه عامه يلزمها تكون ما هيش يابسه وما هيش طريه، متوسطه. بالنسبه للملح، الملح ما حطيتوش في البدايه، حطيته وقت العجانه تعجن، ما حطيتوش في الوقت اللي بالضبط اللي حطيت فيه الخميره. بالنسبه لي انا استعملت 550 غرام فرينه، 20 غرام خميره خبز، 20 غرام سكر فانيليا. اذا انت تحب السكر تنجم تزيد، تنجم توصل تعمل حتى 40 غرام سكر اذا تحب الحلو. ملعقه كبيره ملح، ماهيش كبيره ياسر، الملح ديما يرجع لرغبتك. 20 غرام زيت زيتونه، و750 مليلتر ماء دافي، 750 مليلتر. بالنسبه للعجانه عطيتها ربع ساعه عجن على فيتاس متوسط، ما حطيتش اقوى شيء، فيتاس متوسط لمده 15 دقيقه. كالعاده ناخذ الزيت نخليها في الاناء هذا الخاص بآلة العجن، ندهنها بالزيت من فوق ونخليها تخمر على راحتها. توا حاليا مرت نصف ساعة، كيف ما تلاحظوا حجمها كبر، ونحب نخرجها من الوعاء هذا باش تشوفوا قوامها معناها كيفاه. انا خرجتها من آلة العجن، نحب نعرض عليكم قوامها باش تفهموها كيفاه، تشوفوها تكون واضحة. عجينة البمبلوني تكون هكا، لا طرية ولا يابسة، ما هيش طرية وما هيش يابسة. في صورة ما كانت ليك طرية زيدي بشوية بشوية فرينة حتى تتحصلي على القوام هذا، باش نزيد نخليها تخمر. اما انا توا باش نفرغها من الهواء ونزيد ندهنها بشويه زيت ونرجع نخليها تخمر لمده نصف ساعه اخرى.
نزيد نخليها توا نصف ساعة أخرى تخمر ونرجعوا لها. يلزمني توا كل مرة ندهن يدي معناها صوابعي ويدي بصفة عامة بشوية زيت. هذا هو قوامها. بقى آخر زايدة ندهنه بالزيت. نبدأ نقسمها، باش نقسمها على حسب الكمية اللي عندي. أنا الكعبات مانيش باش نعملهم كبار، باش نحاول إني يكونوا الكل في الشكل هذا، في الحجم هذا. نحاول على هذه الطريقة نستويها، منها نخدمها شوية بس بداية، ومنها نقسمها في شكل كويرات صغيرة. نكمل على هذه الطريقة. أنا باش نعملهم كبار كعبات، مانيش باش نعملهم صغار. معناها عندي 4 هوني و5 هوني، واحدة صغيرة. هذا الباقي معناها هذا وش بقى. باش نعملهم كبار الكعبات، نخليهم باش نغطيهم ونخليهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق، ومن بعد نمروا للمرحلة الموالية. بالنسبة للطريقة هذه اللي قلي البنبلوني، باش نعتمد 2 مقلات، 2 مقلة معناها. باش نحط في المقلة الأولى قليل جدا من زيت. المقلة الثانية باش نعباها بالزيت بالباهي. أما المقلة الأولى فيها شوية أكاهو. نتحكم فيها العجينة. هذه هي طريقتي في إعداد وتحضير البنبلوني التونسي. ياسر 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 طريقة رائعة. ننصحكم جربوها، إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبتكم طريقتي ما تبخلوش عليا باللايك، اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس. شكرا ومع السلامة.